ايه والله هيك بقولكن يا صبايا، ركض 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 لحتى لحقت ورحت بالأخير على حفلة حبيبة قلبي. بس شوفوا لي هالفيديو قديش هو ظريف ولطيف وفيه أحداث كتيرة وتسوق حلو ومناظر أحلى. يلا خليكن معي بالفيديو ولا تنسوا اللايك ولا تنسوا تعليقاتكن الحلوة. وإذا كنتم مو مشتركين بالقناة تفضلوا اشتركوا فيها، بتنوروني وبتشرفوني، ويا ميت أهلا وسهلا فيكن أحلى حبيبات قلبي والله. وقبل ما نبلش بهالفيديو اللي كله منوع، خلونا مع بعض نبلش بالحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليك حبيبي يا رسول الله. والله يا بنات، أول شي طلعت قلت والله أنا إذا بدي ضل قاعدة بالبيت وما أقوم أشتغل ولا شغلة وما أقوم أطلع على السوق ولا أجيب خضرتي، بتعرفوا أنتو بس واحد طلع على شي مكان خلص يعني، خلص يعني نهاره بده يموت أو بدي يهمل برا أو بدي يهمل جوا. هو بالطبيعة يا صبايا، أنا بالنسبة لإلي بحكي عن حالي، أنا إذا صار عندي مواعيد برا قولًا واحدًا صار في إهمال بالبيت، قولًا واحدًا يعني إنه أنا ألحّق بقى الغراف أو ألحّق إني أطبخ أو إني ألحّق. ما تقولوا لي إنه يعني هلأ في صبايا يمكن يستغربوا إذا سمعوا هالكلام، إذا ضلوا معي لهالدقيقة هاي يعني، إنه يعني ليش؟ إنه عادي بترجعي في طبخة بتطبخي أي طبخة. والله يا صبايا لإلكن شغلة، بغض النظر إنه أنتِ وين رايحة، على واجب، على يعني أكيد أنا والله حتى وقت اللي رحت على هاي الحفلة اللي بدكم تشوفوها، والله كنت تعبانة ومرضانة وما لي حيل، لو ما تزعل رفيقتي مني وبنتها فلاني رايحة، يعني بابعت كنت بنتي جوجي وإنه هيك. بس شو والله هن كتير عندي غاليين، فمعقول ما أروح؟ مستحيل. بس إنه يعني بتصير هيك، يعني بتصير أموركم مو ضابطة، عرفتوا؟ يعني إذا الواحد ما قام عجّل وبكّر وركض وكان محضّر من قبل بيوم وما بعرف شو، خلص يعني الموعد أو الطلعة أو الزيارة أو أي شي بدكم تطلعوا بدّي يلغي شي من البيت. أنا بالنسبة لإلي هذا قولًا واحدًا. فقُلت يالّا يا بنت قومي اطلعي على السوق، كنت محضرة يعني الطبخة بالبيت وسهلة، هو الصراحة لإلكن هي سهلة يعني ما بدها شي أبدًا. كنت محضرة هالطبخة بالبيت وحملت حالي والله طلعت على هالسوق. جيت أول شي والله على المحل القريب حدنا، إيه ماما، إيه والله حلينا مشاكل. المهم طلعت ما عجبني، يعني ما لقيت شي اللي بدي إياه، عرفتوا علي؟ فقلت يلا يا بنت روحي على مكان تاني. فهون جيت على الكاوفلاند، الكاوفلاند فيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله كتير شغلات. يعني أنا هون لفت انتباهي هني مغيرين أصلا يعني البهارات ما شاء الله قديش في بهارات. آسفة هذا مو الكاوفلاند، هاي الأديكا. والله العظيم صرت أنسى يا صبايا، والله هاي الإديكا. أي والله يا صبايا لأنه الإديكا فيها يعني كمان شغلات كتيرة، والكوفلاند والله هيك صاير فيه كمان، يعني ليش بصراحة خربطت، لأنه فعلا الكوفلاند وقت اللي بنروح عليه ما بعرف إذا صبايا ألمانيا نفس الشيء، بس يمكن كل محل ترتيبه وشكل يعني. هون كنت أنا وبنتي يا بنات. إيه ففي كمان مثل هيك محل أول ما تفوتوا كله بهارات. إيه وهون الإديكا كمان كنا عم نتناقش أنا وبنتي إنه شوفوا شو منزلين، هذا ما كانوا منزلينه قبل يا صبايا، سبحان الله صارين عم بينزلوا كل شي بدنا إياه. هاي بخاخة الزيت أنا كتير بحبها، بس بقول أحيانا ليش يعني أنا هيك ما بستعملها كتير. إيه والله المهم يا صبايا قلت يا بنت قومي شوفي شو بدك تجيبي من برا تسوقي، وكان في عنا مشوار تاني. واللهم صل على سيدنا محمد، مرينا مثل ما عم بقول لكم هداك المحل ما لقيت اللي بدي اياه، اشتريت شوية خضرة مو انه ما اشتريت. إيه بس هون والله لإلكن هون كون شو كان بدي والله نسيت. يعني ماني متذكرة على السما، لأن سبحان الله بتفوتوا بدكن شي بيصير شي تاني. إيه وهاتوا قولوا لي انتو كيفكن، طمنوني عنكن، كيف الأحوال عنكن، طمنوني عن أحوالكن، إن شاء الله كلياتكم بخير. إيه والله يا صبايا هيك بقلكن. اللهم صل على سيدنا محمد، شو بدي أقول لكم كمان إيه، وإذا كنتوا جداد على القناة ولهلا ما اشتركتوا يعني والله عيب، فوتوا اشتركوا في هالقناة خلوها تكبر فيكم. وعلى راسي كل الموجودين، والله والله على راسي الصبايا الموجودين من الأساس ولحد الآن مكملين، شكرا لكم من القلب على التعليقات يلي بتفرفح القلب، والله حبيبات قلبي الله يجبر خواطركم جميعا. استعديتوا لرمضان إلا لسه؟ والله أنا استعديت وما شاء الله ها يعني مثل ما بيقولوا بلشت روج، بس يا صبايا الشغل بينبع، لا وتقولوا بالجكر. هذا الشهر كلياته مواعيد، والله العظيم يا بنات هذا الشهر كله مواعيد. يعني أنا صار موعدين موعدين أطلع بالنهار،
يا رب دخيلك. طب أنا إمتى لحتى أرجع والّا شو؟ قُلت خلاص بدي أعلّق زينة، أنا باحب أعلّق قبل بشهر يعني عرفتوا؟ مشان هيك الاستعداد النفسي مو لإلي، أنا أكيد مستعدة نفسيًا وجسديًا وكل شي يعني الله يعيننا يا رب على الصيام والقيام ويتقبّل منا يا رب. هون حبيت فرجيكم الورد كتير ما شاء الله منظره حلو. شوفوا ما أحلى، هذا بيزرعوا منه كتير بالشتا، هذا الورد كتير بيزرعوا منه بالشتا. جبته مرة وبصراحة ما عجبني. يعني مو ما عجبني إنه ما عجبني، بس ما عاش أصلًا يعني، فما حبيته. إيه والله يا صبايا، هون فتنا كمان بنوتة مدري شو بدها تاخُد، قامت جيت يعني قُلت لها يالّا ماما على السريع لإنه تأخّرنا يعني ما بقى منلحّق. هون يا صبايا كنت ناوي اليوم أعمل سردين وما رح أكذب عليكم وللصراحة القصوى هاي أول مرّة أنا باعمله بالبيت. أنا يعني أكلته وقت اللي كنا يعني عند بيت حماية وعند كنة خالتي. وقتها كانوا ساكنين بالطبقة وأنا رحت لعندن كانت خالتي مسواي سردين وحماتي سوت سردين. يعني ولمّا بيقولوا لكم إنه أنا ما بانسى طعمته، ما بانسى طعمته كتير كان طيب، أطيب من العنب بمليون ألف مرّة. بس أنا ما عندي طنجرة ضغط وأكيد ما رح أجيب طنجرة ضغط لإنه أنا باخاف منها وما باحبها. مين مثلي بيخاف من طنجرة الضغط؟ كتير أنا باخاف منها لطنجرة الضغط كتير مو شوي. فسبحان الله باقول لهم شو ما اشتريت بالبيت هي الوحيدة اللي ما حتى لو بيقولوا لي إنه لأ، لأ هي بتضغط وهي حديثة، لا، لا، لأ، باخاف ما بعرف ليش عندي هالعقدة منها إنه لا سمح الله بعد الشر تنفجر بالبيت علينا يعني. المهم يا صبايا جيت لهون أنا كنت محضرته للسردين يعني بيني وبينكم مشان هيك ما كنت هاكلاني هم يعني هالطبخة الزيادة أو هاكلاني هم أترك وراي يعني طبخة أو أكلة أو شي. فبعد ما أنا منضّفته كتير منيح جيت يعني هون بقى أنا حطيت طحين وسميد، سميد ناعم يمكن هيك باتذكّر يعني، وطحين على الحلو بيصير كمان وساويتن. أنا ما باحط شي للحومات أو السمك زيادة بهارات يا صبايا، هون حطيت له بس فلفل باتذكّر، وأنتم شو بتحبوا تحطوا أو إذا في عندكم بهار سمك بيمشي الحال. هلأ شوفوا قديش باعمل بهاي وبارُد بشيل، عجقت المطبخ لبين ما لقيت صينية هيك تلبق. فإنه طلّعت قُلت يعني كيف بدي أساويهم بدال أنا ما عندي طنجرة ضغط، لإنه هن سووه بطنجرة الضغط، عرفتوا علي؟ فأنا ما عندي كيف بدي أساويها طيب؟ قُمت قُلت والله بدي أساويها متل ما عم بيسوّوها العالم، زماناته رفيقتي الله يذكرها بالخير قالت لي أنا ساويتها هيك، قُلت لها يالّا باساويها مثلِك. هلأ هي طيبة ما باقول لكم لأ، بس كأنّيته أنا جرت شوي عليها بالفرن. خليتها تستوي زيادة، شو معرّفني إنه هيك بده يصير وناشف طلع شوي. ما حبّوا للأسف عيلتي، لك قُلت لهم ليش والله ماشي حاله قرقشوا سمك يعني خلص عدّوه هيك قرقشة. كأنكم عم تتسلّوا. قام جوزي هيك زورني أعطاني هاديك الزورة، قال لي: "أنتِ بذمتِك مو جبتيه لتصوري لليوتيوب؟" قُلت له: "لا والله." لإني فعلًا أنا مشتهية على السردين. قام إجا قال لي: "طيب ليش هيك لكان إمتى؟" قُلت له: "لإنه هُني عملوه بطنجرة ضغط، بيجوز لإنه أنا" قال لي: "أيوه العِزر من طنجرة الضغط." قُلت له: "إيه شُفت؟ العِزر من طنجرة الضغط لإنه ما عندي أنا." وأنا أكيد ما رح أجيبها يعني، ما حانق عليها بحياتي، ما باخاف منها أنا باخاف. المهم يا صبايا متل ما شفتوا حطيته وطبّقته بالبايركس اللي شفتوه يعني، وبعدين حطيت له شوية زيت وحطيته بالفرن. لك والله طلع منظره مقطيب وطلع ظريف وغير شكل، بس للأسف هيك ناشف، ناشف ما يعني حتى أنا يعني إنه حبيته وأكلته بس يمكن لإني جايرة عليه، يمكن فعلًا هو مو طيب، يمكن نوع السمك يعني اللهم صل على سيدنا محمد، نوعية السمك مو طيبة، يعني إنه السردين هذا والله ما باعرف، يالّا الحمد لله. بس يعني فعلًا كانت تجربة حلوة. هلأ نحن أنا باتذكّر كنا نجيب سمك البوري أكبر منه بشوي ونقليه قلي، كمان أرقش بس يا أخي كان طيب. يعني هنيك بالطبقة شُفتوا هني أهل السمك، يعني هنيك مو الرقّة الطبقة يا صبايا. هنيك أهل السمك كانوا يجيبوا سمك يا أخي كتير طيب، سواء السمك الكبير أو السمك الصغير. هاتوا قولوا لي أنتم شو بتحبوا؟ بتحبوا نوع السمك؟ هاتوا قولوا لي أنتم شو النوع اللي بتحبوه؟ والله هلأ هون نحن بتعرفوا صارين عم نجيب سمك شو اسمه؟ اللهم صل على سيدنا محمد هلأ كان على راس لساني. والله نسيت شو اسمه والله العظيم أنا آخر يوم إيش بده يصير فيني، نسيان مبكر الله يستر. الله يثبت علينا العقل والدين يا رب يا صبايا. دورادو يمكن اسمه هيك، يمكن ما بعرف، والله اللي بتوصل لهون وبتعرف الاسم تكتب لي إياه. هلأ فيني أنا أروح على النت وأجيبه، بصراحة ما لي خلق بدي أخلص تسجيل الفيديو لأنه مستعجلة ولازم أقوم يعني عرفتوا، يعني خلصت نص الشغل ولسه باقي علي شوية شغل.
بس قُلت يعني بما إنه اليوم رح نزّل الفيديو إن شاء الله، قُلت لاسجّل لكم إياه ونزّله، لإنه والله ما صح لي قبل بيوم، بتصدقوا؟ صدقوا، أكيد بتصدقوا. إيه والله يا صبايا، فخلص يعني أنا جرّبت وفشيت يعني متل ما بيقولوا هالشهوة اللي عندي، وهو لكم بصراحة وقت اللي أكلته هنيك يعني أطيب بكتير، 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 يعني هيك كان م بتحسّوه هيك بتحسّوه سمك يعني سردين بس مو متل اللي بناكله من العلب يعني. المهم هون جيت لحتى أساوي الصوص، بتعرفوا يعني هيك دلّلتن سويت لهم صوص حدّو حطيت 3/4 معالق لبن، سنّين توم، الطحينة، كتير طيب هذا الصوص لا تقولوا لي حِد السمك، أي نوع سمك بيكون كتير طيب هذا الصوص عن جد يعني هو الصوص اللي بتحسّوه المُعتمد، عرفتوا علي؟ وعصرة هالليمون وملح وشو بدكم بقى تحطّوا أنتم تصطفلوا، بس بظن إنه هو بس هيك يعني ما بده أكتر من شي، بقى هي بترجع للأذواق وكل مين شو بيحب. طبعًا أنا هون قُلت لحتى أقلي لهم حطّوا شوية بطاطا، يعني اللي ما بده ياكل من هي بياكل من هي. إيه والله هن ما كذبوا خبر، أكلوا من البطاطا وتركوا لي السمك. أكلوا شوية سمك مو إنه ما أكلوا، بس يعني ما بعرف ما لقوا أفضل شي، قالوا لي إنه ناشف كتير وصغير خلص قُلت لهم يالّا قبل ما ييجي رمضان إن شاء الله بإذن الله بنجيب سمك من الكبير وبنقلي وبناكل إن شاء الله. يا جماعة والله هيك ما حلو الواحد يساوي شغلة وما تعجب العيلة. قُلت لهم يالّا هاي هالمرّة أنا هالمرّة يعني سويت اللي شيء ضل معالق بذهني والطعمة ما فارقت تمّي، والله يا صبايا الشي اللي بتقولوا إنه ما بننسى أبدًا، ما نسيتها أبدًا شغلة يعني السردين اللي أكلته بالزمن. الحمد لله والشكر لله، الله يديمها نعمة ويحفظها ويزيدها ويبارك فيها يا رب العالمين. شو بدنا نساوي؟ يالّا بنساوي كل شي، بنتعلّم، بناخُد، بنعطي، حتى لو صار عمرنا قد إيه، بنضل بنتعلّم، بنضل بنحط شغلات، بنشيل شغلات، يعني كيف لك الواحد بده يشوف ويختبر ويعرف يعني، فهيك شغلات. شوفوا كم مرة قُلت كلمة شغلات. هلأ هون حطيت البطاطا بودرة البطاطا كتير طيبة عليها عن جد. هي كان جايبتها جوجو مدري الريان ما بعرف، المهم كتير طيبة عليها، فرمت شوية سلطة كمان وهذا الطرطور، واللهم صل على سيدنا محمد، سمكنا صار جاهز، هو لإلكن يمكن أنا نشّفته زيادة، مو يمكن أكيد أكيد أنا نشّفته زيادة، ما بعرف طلّعت قُلت خاف يروح ما يكون استوى، يا بنت إنه استني شوي، يمكن هالستنى شوي نشّفته، بس شوفوا منظره علي ما علي بشهي. يالّا اتعلّمت هالمرّة ما بقى بعيدة، أصلًا هيك يعني أنا باحب السمك قلي، بس قُلت بلكي بتطلع طعمته متل طعمة هداك السمك، ما طلعت، والله ما طلعت تعدموها إذا طلعت هيك، شوفوا ما أحلى بس عن جد حلو، كتير ناس بتطبخه بهالطريقة هاي، أنتم بتطبخوا هيك السردين إلّا ما بتطبخوا؟ ما بعرف، يالّا الحمد لله اتعشينا وأكلنا وقُلنا الحمد لله، خلّصنا والحمد لله ولحقت وجيت على عيد الميلاد. كانت بنت رفيقتي الله يا رب تشوفها هيك متهناية وفرحانة ومبسوطة وصايرة ست الصبايا يا رب، كانت رح تفوت بسنة 18 فحبت إنه تساوي هيك حفلة إنه تضل ذكرى، بتعرفوا قال الصبايا هلأ كل سن صار عندهم هيك معين، سن 18 وسن ما بعرف شو، وإن شاء الله يقضوا عمرن بالهنا وبالسعادة وبراحة البال يا رب ويعيشوا أحلى أيام، ولادنا ولادكن ولاد أمة محمد يا رب. هون فتت والله هاي الريبانة ما راضية تتعلق، قلت لها بالأخير انسندي على الحياة وقعدي واسكتي، هلكتني؟ بعدين والله علقناها أنا وأم رفيقتي، شوفوا كانت هي عاملة لبنوتة هدول ما شاء الله حولها وحواليها، كانت عملت لها اليالنجي، الكبّي، البرك، برك هدول هدوك تحت السمون يعني متل ما انكم شايفينهم، هذا عش البلبل باللحمة. كتير ما شاء الله كان عيد الميلاد حلو، هو طبعًا يعني مو قصة عيد الميلاد أو شي، اللمة الحلوة، الناس الحلوة، الناس الطيبة، عن جد الواحد بينبسط معها وهيك بيغيّر جو، والله كنت مرضانة كلّياتن يعني فتت سلّمت عليهن وبوّستن وهيك قُلت لهم يي والله نسيت إني أنا مرضانة. بعد بعد ما قعدت يا صبايا قمت قُلت لهم: "يي نسيت إنه أنا مرضانة، هلأ باعديكم كلّياتكم." قاموا ضحكوا قال: "هلّأ لحتى عم بتقولي؟" قُلت لهم: "يالّا سامحوني اللي بتمرض وراي تسامحني والله العظيم نسيت أصلًا إنه أنا مرضانة." شوفوا شو عملت لها يعني هيك ديكور بسيط خفيف بس كرمال تفرّحها لبنوتة، إن شاء الله هيك العمر الطويل بالصحة وبالفرحة وبالعافية يا رب.
والله هي أصلًا بنوتة بتاخد العقل بتستاهل كل خير. قُلت لها تعالي أصور لِك إياه وباترك لِك إياه ذكرى، إمتى ما رجعتِ لسن 18 لإنه إن شاء الله رح تكبري يعني، تبقى بتشوفي حالِك هيك إنه يعني أكيد هن مصورين بالهواتف وهيك، بس بتعرفوا أنتم يعني ضل اليوتيوب غير، بخُص أنا قناتين، بتعرفوا زينب غير شكل. هاكم تقولوا غير هيك ها؟ إيه مشان ما نزعل من بعض، خلّونا هيك رضيانين ومتفقين وحابين بعض، دخيل قلبكم الله يسعدكم، أكيد أنا عم بامزح معكم، ما شاء الله حولكم وحواليكم كل الصبايا الموجودين والله العظيم ترفع لكم القبعة على كل كلمة عم تكتبوها، على كل حرف، على كل تعليق، بتشكركم من جوات قلبي. وهون إجا الجاتو، هيك عملت لها جاتو كتير بسيط، يعني شلون بسيط إنه ناعم، عرفتوا علي؟ يعني إنه ما في تعجيق أو هيك على طلب البنوتة أكيد. وعملنا هون جبنا بقى التبولة كمان وكمّلنا الطاولة متل ما انكم شايفين، عاملة شغلات كمان للولاد الصغار اللي بييجي يعني إذا إجا حدا معه ولاد صغار، وهيك الحمد لله يسلم إيديها، كان كل شي طيب والله وبياخد العقل. ولهون يا صبايا بكون خلصت معكم الفيديو، بتمنى من جوات قلبي ما تنسوا التعليق، ما تنسوا اللايك، ما تنسوا كلامكم الحلو، وإذا حبيتوا الفيديو تشيروه لكل أصحابكم وأحبابكم و بتكبروا القناة بمحبتكم، بكلامكم، بتعاليقكم، آمم، وتبعتوه على كل صفحاتكم من شان يعني اللي بيحب يفوت يتفرّج، يتسلّى، ياخُد وصفة، ياخُد فكرة، يتذكّر شي، يعني أكيد بنفيد بعضنا بالأخير، ولو معقول ما عم نفيد بعضنا والله أنا باستفاد وقت هيك أحيانًا بيمرق قدّامي فيديو بكون ماني عاملة طبخة أو شغلة باتذكّر أو حلو أو أي شي. باتشكّركم من جوّات قلبي، باشوفكم إن شاء الله فيديوهات جديدة، فلوقات جديدة، وصفات جديدة، مع السلامة حبيبات قلبي، الله معكم.